فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده. فيديو النهارده ان شاء الله هشارككم روتين من بيت امي ان شاء الله. الروتين النهارده هيبقى في المطبخ بس. فاذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مره تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. هنضف الحوض وقطعت حته سلك وغسلت الحوض الاول من اي صدى ومن اي حاجه عليه عشان اما اجي اغسل يبقى الحوض نضيف. وغسلت الكسرولة وحطيت فيها حبة مية وحبة صابون سايل. الصابون السايل اللي هو بقى ب8 و10 بقى سيء جدا. حتى سألت صاحب محل ليه الصابون السايل بقى سيء كده اللي هو الرخيص ب8 و10. قال لي الصابون ده ما عادش بيستعمل لغسيل المواعين. لو عايزة تستعملي استعملي اللي هو بقى ب20 ب21. انما ده بقى مثلا يتحط في مية المسيح ما عادش نضيف زي الاول. يعني كله بقى بيروج للصابون السائل الغالي اللي هو بقى ب20 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده مهما اغسل منه تحس ما بيرغيش كده، وعايز كل غسلة صابون. وانتوا عارفين ان انا ما بحبش الا الصابون الاسود. اللي أنا بعمله ده هو ده اللي انا بحبه وبحب اغسل بيه. انما الصابون السائل هو بصراحة يعني بحسه سريع وبينجز و بس اما بيبقى يعني جودته رديئة كده بيغيظ الواحد ان هو ما بيرغيش وكل ما اجي اغسل احط صابون احط يعني ما بينجزش غير ما بيصدي السلكة. حتى يعني الصابون اللي هو ب8 و10 ده ما عادش عايز مية. انا عايز يتحط على طول عشان هو اساسا يعني متخفف او هو قوامه مش عايز مية عليه. كل بقى ما المواعين تقابلني او غاسله كل المواعين اللي تقابلني في اليوم ده، ما خلتش مواعين خالص ورايا، غسلتها كلها. ده ما شاء الله مطبخ امي. الحوض بسعة عينين 2 يعني كده زي ما احنا شايفين. حوض جميل وما بيخرش ما شاء الله. مطبخها واسع كده وبحس فيه بالراحة كده والوسع. بلدنا جميلة قوي وعلى البحر وكمان على الجناين وكده. فاليوم اللي بروحه هناك وارجع كده احس بطاقة ايجابية واحس بالحماس. الحماس والطاقة اللي يعني تخليني اكمل بقية الاسبوع. والصابون نقطة كده بقى منه في الازازة كده نرجها عشان تتغسل كويس، وبملاها من الفلتر.
ما كانش فيه القيفة للتيفال، فجبت حتة سفنج من الكرسي، قطعت حتة منه وغسلت بيها الطاسات التيفال كلها عشان احافظ عليها، عشان ما كانش ينفع اغسلها بالسلك. البرطمان اللي كان فيه الصابون طبعا امهات تعبوا علينا كتير جدا جدا لحد ما وصلنا وكبرنا، فلو عملنا ايه حتى مش هنقدر نوفي اجرهم عند ربنا. قد ايه الام ظهرها بينحني وبتتعب على اولادها عشان توصلهم لبر الامان وعشان تساعدهم في حياتهم، فلو دي حتى مساعدة بسيطة خالص في يوم يعني انا روحت لها، بحس كده بيديني يعني دعوة حلوة منها كده تكفي. بما اني بقعد اسأل نفسي كده قد ايه الناس دي تعبت، قد ايه الناس ديت شقيت علينا وتعبت وعملوا مجهود جبار عشاننا، ومهما عملنا مش هيجي ذرة في اللي هم عملوه عشاننا. سبحان الله، ربنا يعني مع اول ولادة كده ربنا بيحط الحنية في قلب الام مع اول مولود، يعني حتى لو هي طبعها قاسي في كل حاجة او في كل حياتها، تلاقي لأ معاملتها بتبقى متغيرة مع اولادها. فبقول قد ايه الامهات كلها تعبت وظهرها انحنى علينا وشقيت، وزمان طبعا غير دلوقتي. يعني دلوقتي مش عارفة ظاهرة منتشرة اوي في مجتمعنا، مش عارفة، شايفاها في كل حتة انا بمشي فيها. لو الواحد مشي في اي شارع كده يلاقي اطفال نايمة على الارض، مش عارفة دول اهاليهم فين وسايبينهم كده، ولا هو ده خلاص الشارع بقى مأوى ليهم. تحس ما عادش حد عنده طاقة او جهد ان هو يبذل مجهود عشان ولاده. ممكن ده يكون بسبب مش التفكك الأسري، لا التفكك مش الأسرة بس، لا الناس الكبيرة اللي في حياة الواحد. يعني مثلا زمان طبعا كان الأب والأم مع الجد والجدة، تحس في داعم، في حد بيزقهم، حد بيساعدهم. انما دلوقتي الأب والأم عايزين يعيشوا منفصلين في مجتمع لوحدهم، فما بيحصل حاجة برضه بيبقوا منفصلين كده، كل واحد اناني بيدور على مصلحته بس. عايزين لو خلاص انا انفصلت، انا مش عايزة الولاد وهو مش عايز الولاد، فمش عارفة. فبيصعب عليا يعني كمية الأطفال والحاجات اللي بنسمعها على السوشيال ميديا بالنسبة للأطفال الكتير المرمية في الشارع وهما ملهمش لا حول ولا قوة. فلو بقى احنا عايشين او الجد والجدة يدوا نصايحهم لولادهم، يساعدوهم، مش قصدي يساعدوهم مساعدة مالية، قصدي يساعدوهم ان هم يعني زي ما انا بسمع كلام امي انا برضو ابني هيسمع كلامي، زي ما بيشوفني مثلا هيتعلم مني، بالذات اي حاجة للاطفال
كل حاجة طبعا عايز يشوف ويتعلم. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فرشت الرخامة بقى وحطيت عليها الحاجات، حتى الأنبوبة ما سبتهاش برضو، ولبستها دي كانت طرحة كده كبيرة عندنا، ودي فرشة حمرا كده بلون الكرسي، حطيت عليه ولميت الأكياس كلها، علقتها كده على الباب والحتت اللي بينشفوا بيها او بيمسكوها في المطبخ. وكنست المطبخ بقى كويس، وعشان المطبخ بلاط، والمطبخ الوحيد اللي عندنا اللي بلاط، وبقيت الشقة كلها سيراميك. كنسنا بقى ولمينا الزبالة. لازم المطبخ او اي حاجة عايزين نمسحها تتكنس كويس، عشان الزبالة دي بتضايق الواحد في الشرشوبة وفي المسيح وكده، مش حلوة خالص. جبت الجردل بقى وحطيت فيه حبة باهي ريحته روعة روعة روعة، لو هنغسل بيه حمام او هنغسل بيه اي حاجة. وريحته بتفضل في المكان يعني وقت. كنت غسلت مرة الحمام، جبت حبة باهي على مية بس، وما جبتش حاجة تاني. الريحة فضلت في الحمام يعني وقت حلو، يعني ممكن ساعة ساعتين بعدها كده. بس كأي مسحوق مش عايز حاجة معاه، ان انا حطيت معاه حبة قهر للدهون كده. يعني مش عارفة، مرغاش، وكمان ما ريحته راحت. قصيت بقى الحاجة مكانها تاني، وكنت بدعك كده بالشرشوبة بحيث لو في اي طين اي حاجة تروح. جبت مية نضيفة بقى تاني بعد ما دعكت، عشان يعني كانت في مليان طين كده. شايفين المية عاملة ازاي، مع ان دعكاه بالفرشة وتشوف البلاط تلاقيه نضيف، بس مش عارفة الطين ده جاي منين. بدأت بقى امسح بالمساحة كده، اجر المية كده اسهل لي، واجرها على الحمام، واحط مية نضيفة تاني عشان لو في اي طين ينزل معايا. ودي الطرقة اللي قدام الحمام دعكتها بالفرشة، عشان برضو اسيح اي طين فيها. ولو رشيت المية عليها كده تقوم ايه جراها على طول، يعني بالمساحة، محتاجش بقى شرشوبة. وجرتها الحمد لله ومسحتها، بس ما عملتش بقى الحمام، يا دوب جريت المية بس في كده. شايفين كل ما احط مية الطين بينزل، اقوم راجعة دعكة تاني بحيث اي طين اي حاجة تسيح كده وتنزل معاها سريع. ده حامل كده بنحط عليه ساعات الطبلية او الصينية كده، زي ترابيزة كده بنحطها قدام الكرسي، لو هنعمل عليها اي حاجة، نقشر بصل، هنعمل اكل واحنا قاعدين كده في المطبخ. ما شاء الله المطبخ واسع. وكنت هسلق لحمة بقى، فطلعت الماسورة وطلعت اللحمة، وفرشت كمان حتة كده على الغسالة، اللي هي الغسالة اللي فوق الاوتوماتيك.
وده البصل كنت بقشره عشان احطه في الشوربة عشان يلحق تعمل مع اللحمة. هناك بقى طبعا ما بيحطوش بهارات، هو ملح وفلفل بس، ما بيحبوش البهارات زينا كده بهارات كتير. خدت حبة فلفل اسود كده وطحنتهم للشوربة وملح بس والبصل. واي مواعين بقى كانت كنت بعملها كنت بغسلها تاني عشان ما راكمش اي مواعين او اسيبها وانا ماشيه. غسلت كل المواعين، ما خلتش اي مواعين خالص الحمد لله. حتى المواعين اللي كانت بتطلع كلها من الطبيخ كنت بغسلها. سلكت الحوض بقى، بس الناحية التانية دي مسدودة خالص ما بترضاش تتسلك. والجردل ده مخليه كده، الطبق الاحمر ده مخليه كده على الحوض اغسل فيه اي حاجة. طماطم، يعني غسلت فيه البامية دلوقتي. هرجع اسيبه على الحوض، هغسل بقى حاجة السلطة، هغسل الرز، اغسل اي حاجة يعني بعيد طبعا عن حاجة اللحمة والفراخ. حاجة اللحمة او الفراخ لو غسلتها في حاجة بتتغسل وتتركن، انما او تتساب يعني تنشف. انما لو هغسل خضار رز اي حاجة، هسيب الطبق ده لحد ما اخلص كل حاجتي في الاخر، وممكن اغسله واركنه يجف. بغسل البامية بقى كلها واحدة واحدة، كل الخضار في العادة بغسل واحدة واحدة. اي خضار، خس، جرجير، ورقة ورقة كده، دي يعني احسن طريقة لغسل الخضار. دي صوابع كفتة كنت عملتها على اساس ان احنا هنعمل صوابع اللي هي تتقلي في الزيت وبعدين في الصلصة، وبعدين رجعوا قالوا لأ مش عايزين الصوابع اللي في المقلية بالزيت اسلقيها. فقلت خلاص بقى انا مش هرجع تاني اعجن تاني واعملها قرص، هسيبها زي ما هي واعملها صوابع. عملتها صوابع كانت جميلة جدا. انا من النوع التقليدي اوي في الاكل، يعني احب يعني الحاجة على اصولها، ما احبش افتكس. البامية بقى قمعتها كلها ومع انها صغيرة كده رجعت قطعتها تاني صغير، عشان هما عندهم بيحبوها كده. البامية حتى لو صغيرة لازم تتقطع. زي ما انتوا شايفيني كده قطعتها كلها، مع انها بتبقى متعبة اكتر الصغيرة دي يعني بقى. انا لو في بيتي هعملها كبيرة، يعني البامية تبقى واحدة صحيحة كده، يا دوب شق صغير منها من النص، وهعملها مش هقطعها صغير كده. دي الصوابع بقى هحطها في الشوربة عشان تستلق زي ما هي، عشان انا كنت صبعتها خلاص بقى وتعبت. ده الهون بتاع امي بقى، ده دقيت في التوم بتاع البامية وهنعمل رز بالشعرية. فحمرت الشعرية الاول، بعدين حطيت عليه الرز والملح والفلفل الاسود اللي انا كنت طحناه معاكم، وهزوده ميه. المواعين بقى اللي استهلكتها كلها برجع اغسلها برضو عشان ما اسيبش لها اي مواعين.
غسلت المواعين كلها، ما خليتش اي مواعين. هي الصورة ضلمت كده، يعني الليل ازف كده، هو وقت المغربية كده بتحس ان الدنيا ايه، ضلمت، يعني من الظهر وانا في المطبخ. على ما عملت الاكل وكده كنت خرجت المغرب، وده كان الاكل اللي عملته. حمرت اللحمة كده ببصل وفلفل، وعملت سلطة والبامية ودي الماسورة عشان تدينا شوربة حلوة كده، طعمها حلو وغنية. والرز ودي صوابع الكفتة، سلقتها وقليتها بالبيض. وده الليمون اللي امي بتخلله. واذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا جديد. فبالله عليكم اي حد يشوف الفيديو يعمل لايك عشان القناة على حقوق طبع ونشر ومحتوى متكرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.